عزيزي المشاهد، أنت الآن على قناة قلب الفيلم. يا ريت تدعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. يا مساء الفل والجمال على كل الناس. النهارده يا معلم معنا فيلم من العيار التقيل، ولو سنك أقل من 18 سنة يا ريت ما تشوفش الفيلم، لأنه مليان إثارة ورومانسية وحب. من الآخر فيلم تقيل ومش لأي حد، وأنا كده حذرتك وعملت اللي عليا. يلا هات كوباية الشاي المتينة واسمعني يا معلم. بتبدأ الحكاية مع بنت جميلة وزي القمر اسمها ميليسا، عندها 21 سنة ولسه بتدرس في الجامعة وعايشة في مدينة الصقلية. لكن ميليسا حاسة بالوحدة والوجع لأنها عايشة في وسط عيلة مفككة، وقلبها محتاج الأمن والدفء. للأسف والدها بيتر على طول مسافر لأنه شغال مهندس في البترول في المحيط الهندي، وبيزورهم كل سنة مرة، ويا دوبك بيتصل بيهم بالتليفون علشان خاطر يطمن عليهم. وكمان مامتها كيلي عايشة مع نفسها في عالم تاني، وعلى طول مشغولة عن بنتها الوحيدة بسبب محل الفساتين بتاعها اللي واخد كل وقتها يا معلم. علشان كده كانت معاملتها باردة مع بنتها ميليسا. لكن الحضن الحنين الوحيد يا معلم للحلوة ميليسا كانت جدتها فييرا، اللي على طول مهتمية بيها وبتراعيها وتحل معظم مشاكلها وبتعوضها حنان الأم والأب في وقت واحد، على الرغم إنها ست عجوزة وكبيرة في السن وكمان مريضة. والحلوة ميليسا بتكتب كل حاجة بتحصل ليها وكل تنهيدة وكل نبضة قلب ليها في المذكرات بتاعتها، وكمان بتكتب كل أوجاعها وكل أفراحها وأسرارها الخاصة من غير ما حد يعرف عن المذكرات دي أي حاجة. أما أصحابها يا معلم ما كانش ليها غير صاحبة واحدة مفضلة واسمها مانويلا، وميليسا بتحبها جدا لأنها بتشاركها كل أحزانها وبتساعدها في كل شيء. بعد كده بنعرف إن الحلوة ميليسا بتحب طالب معاها في الجامعة ومغرمة بيه جدا واسمه دانيال من أسرة غنية جدا. لكن للأسف يا معلم حب من طرف واحد، ميليسا هي المغرمة بيه وعلى طول بتفكر فيه ويعتبر هو كل حياتها. نفسها في يوم من الأيام تقابله وتقول له على كل حاجة في قلبها وإن هو الأمل ليها في الحياة. لكن ميليسا يا معلم ما كانش عندها الشجاعة إنها تقول له كده وتعرفه إنها مغرمة بيه. لكن ميليسا يا معلم كانت حاسة إنها في يوم من الأيام هتقابله وتعرفه على كل حاجة في قلبها. في المشهد اللي بعد كده يا معلم صاحبتها المفضله مانويلا قالت لها انا عندي خبر ليكي بمليون جنيه. راحت ميليسا قالت لها ما تهزريش، قولي اللي انت عاوزاه. ساعتها بتعرفها ان حبيبها دانيال عازم كل اصحابه عندهم في الفيلا بمناسبه انتهاء العام الدراسي، وبتعرفها ان هما الاتنين معزومين. وقتها الحلوه ميليسا كانت هتطير من الفرحه، علشان كده لبست وشيكت على الاخر وراحت هي وصاحبتها مانويلا عند بيت دانيال. وهم على الباب يا معلم ميليسا كانت خايفه جدا ومتردده. راحت صاحبتها شجعتها وقالت لها انت مستنيه اليوم ده من زمان، ويا ريت ما تضيعيش الفرصه من ايديكي علشان تقابلي حبيبك دانيال وتعرفي انك انت مغرمه بيه. وبالفعل يا معلم هما الاتنين دخلوا الفيلا، ولما شافهم دانيال راح عندهم بسرعه وسلم عليهم. والحلوه ميليسا ما كانتش مصدقه نفسها يا معلم وحاسه انها بتحلم، وفضلت سرحانه في عيونه وما اتكلمتش ولا كلمه. وبدا الامل يرجع لها مره تانيه بعد اليأس والاحباط ما سيطر عليها. وبنشوف كمان اصحاب دانيال بيشمسوا على حمام السباحه وعايشين حياتهم. بعد كده ميليسا وصاحبتها مانويلا قعدوا في مكان بعيد شويه عن الدوشه بتاع اصحابهم وسط الجنينه. لكن بعد شويه ميليسا قررت انها تقعد جنب حمام السباحه علشان تتشمس شويه وكمان تكون قريبه من حبيبها دانيال. فجاه مره واحده دانيال نزل حمام السباحه من غير ما الحلوه ميليسا تاخد بالها، راح قرب عندها وسحبها في الميه. وقتها صاحبتها مانويلا صرخت بصوت عالي وعرفت دانيال ان ميليسا ما تعرفش تعوم. راح دانيال جري عليها بسرعه وانقذها قبل ما تغرق، واعتذر ليها وحاول يهديها وعرفها ان هو كان بيهزر معاها. وعلى الرغم ان ميليسا كانت هتموت يا معلم كانت فرحانه في نفس الوقت لان حبيبها اللي بتحلم بيه قرب ليها وبدا يتكلم معاها. بعد كده وعدها ان هو يعلمها السباحه في يوم يكونوا مع بعض لوحديهم. بعد كده بيقعدوا هما الاتنين في مكان هادي على البحر، وهناك ميليسا حكت له عن حياتها وحياه عيلتها، وعرفته ان والدها شغال مهندس في البترول وبيزورهم كل سنه مره، وكمان عرفته ان مامتها فاتحه محل فساتين. بعد كده بتعرفه ان عمرها ما قربت من شاب ولا اتكلمت معاه، وميليسا بدات تنسى نفسها معاه وكمان نسيت صاحبتها مانويلا اللي مستنياها. في المشهد اللي بعد كده يا معلم ميليسا لاول مره اتشجعت وانتهزت انها قاعده مع حبيب قلبها. ساعتها عرفته انها معجبه بيه وبتحبه من زمان وان هو كل حياتها. وقتها دانيال ما اهتمش بكلامها لانه بيسمع الكلام ده كتير من البنات اللي بيقعد معاهم لانه شخص غني واي واحده تتمناه. وقتها الولد دانيال يا معلم افتكرها زي كل البنات وما اهتمش بالمشاعر بتاعتها ولا حبها الصادق ليه، لكن طلب منها طلب غريب جدا ومذل جرح فيه كرامتها بدل ما يحضنها ويقرب منها ويشكرها على مشاعرها اتجاهه. وقتها الحلوه ميليسا
اتصدمت جدا من طلبه وحست ان هو انسان وضيع، لكن للاسف عشان بتحبه يا معلم عملت اللي هو عاوزه علشان متخيله ان القرب الجسدي هيخليها تملك قلبه وحبه، لكن وقتها كانت حابسه الدموع في عينيها وحاسه بالمهانه الكبيره. الغريب ان بعد كده دانيال سابها ومشي بعد ما كسر براءتها، وميليسا كانت مصدومه من اللي حصل ومن اول طلب من حبيبها، علشان كده قعدت وحدها حزينه. وتاني يوم كانت مستنيه دانيال يتصل بيها بعد اللي عمله معاها، لكن للاسف ما كلمهاش ولا عبرها، علشان كده ميليسا كانت حزينه ومكسوره وبدات تكتب في المذكرات بتاعتها اللي حصل معاها، وكل يوم بيعدي عليها كان صعب جدا بتلوم نفسها فيه. بعد كده عدى الصيف يا معلم والمدارس والجامعات فتحت مرة تانية، وفي أول يوم في الدراسة بنشوف الحلوة ميليسا واقفة في الطرقة بتاع الجامعة مستنية حبيبها دانيال علشان تسلم عليه وتهنيه بالعام الدراسي الجديد، وكانت متوترة جدا والقلق والخوف مسيطر عليها علشان مش عارفة رد فعلها هيكون إيه مع حبيبها اللي اديله فترة ما سألش فيها بعد اللي عمله معاها. بعد كده هما الاتنين بيدخلوا المحاضرة يا معلم وميليسا بدأت تدون كل حاجة حصلت في أول يوم دراسي، ولما المعلم دخل المحاضرة نادى على الطلبة الغايبين وساعتها كان منهم الطالب دانيال. بعد كده بنشوف طالب اسمه ماركو دخل المحاضرة متأخر، علشان كده المعلم اتعصب عليه وخلاه يقعد قدامه علشان يغتت عليه، لكن ماركو يا معلم كان واثق من نفسه، قعد قدامه بكل هدوء وبدأ يتحكم في نفسه لأنه مش عاوز يعمل مشكلة مع المعلم في أول يوم. وبنعرف ان ماركو معجب جدا بميليسا لكن هي مش حاسه بيه، وبنشوفه هو بيبص عليها في حصه الالعاب وبيتملى في جمالها وحلاوتها، لكن ماركو يا معلم ما كانش عنده الجراءه انه يقول لها على حبه ليها. بعد كده الحلوة ميليسا بترجع البيت وبنشوف جدتها فييرا مهتمية بيها وبتصرح ليها شعرها. بعد كده مامتها كيلي راحت عندهم علشان تدي ميليسا التليفون تكلم باباها. بعد كده كيلي طلبت من حماتها انها تبطل سجاير شوية لانها خطر على صحتها، وكمان ست كبيرة في السن. راحت الجدة فييرا يا معلم طلبت منها تسيبها على راحتها، وبعد كده ميليسا كلمت باباها اللي طلب منها تهتم بنفسها وكمان دراستها. بعد فترة الجدة فيرا بدأت تتعب وبسبب كده كيلي كلمت دار مسنين علشان تهتم بيها، لكن الجدة فيرا ما كانتش عاوزة تروح ونجحت كيلي انها تقنعها. في المشهد اللي بعد كده يا معلم مانويلا صاحبة ميليسا عرفتها ان حبيبها دانيال موجود في صالة الالعاب مع اصحابه، علشان كده بسرعة راحت معاها وبالفعل شافت حبيبها دانيال من ساعة ما حصل بينهم اللي حصل، وفضلت تبص عليه عاوزة تجري عليه وتحضنه، لكن وقتها دانيال لما شافها يا معلم راح عندها وسلم عليها سلام بارد وهي فضلت تلوم فيه. بعد كده خدها من ايديها وعزمها على مشروب، وقتها الحلوة ميليسا نسيت كل حاجة حصلت منه علشان كده حنت ليه مرة تانية، وكمان راحت الفيلا معاه يا معلم، وهناك دانيال ضحك عليها مرة تانية وعرفها ان هو مشتاق ليها وبيحبها. راحت ميليسا صدقت كلامه وضحفت قدامه مرة تانية، وللأسف حصل اللي حصل بينهم. تاني يوم دانيال بدأ يعلمها العوم وميليسا كانت فرحانة جدا وسعيدة لأنها بين ايدين حبيبها. في المشهد اللي بعد كده يا معلم الجدة فييرا راحت المصحة لأن حالتها اتدهورت جدا وميليسا كانت حزينة جدا عليها لأنها الإنسانة الوحيدة المهتمية بيها وحنينة عليها، علشان كده حضنتها وفضلت تبكي وتعيط. ولما رجعت البيت كانت حزينة جدا على جدتها وحست إن البيت فاضي عليها ومحدش هيهتم بيها مرة تانية، علشان كده بدأت تتعصب على مامتها لأنها دايما مشغولة عنها. راحت مامتها كيلي عرفتها إنها بتحب شغلها جدا وبتعمل كل ده عشان خاطرها وعشان تأمل مستقبلها. تاني يوم في الكلية يا معلم المعلم كان بيشرح المحاضرة وميليسا كانت في عالم تاني مشغولة بمذكراتها وبتدون اللي بيحصل ليها. راح المعلم اتعصب عليها لأنها مشغولة عن المحاضرة. راحت ميليسا يا معلم اعتذرت ليه وعرفته إن جدتها مريضة جدا. وقتها ماركو فضل يبص عليها وكان خايف إن المعلم يعاقبها. وبتعدي فترة كبيرة جدا وللأسف حبيبها دانيال ما سألش فيها من ساعة اللي عمله معاها، علشان كده صاحبتها مانويلا نصحتها انها تبعد عنه وما تفكرش فيه مرة تانية لأنه واحد ما يستاهلش حبها، لكن ميليسا يا معلم رفضت كلامها وعرفتها انها بتحبه جدا مهما عمل فيها. وفي يوم من الأيام وهي وصاحبتها مانويلا كانوا خارجين مع بعض هما الاتنين وقاعدين في كافيه، وساعتها شاب جميل اسمه مايكل عجبته ميليسا جدا وفضل يبص عليها، والغريب ان ميليسا هي التانية كانت معجبة بيه وكانت بتبادله نفس النظرات، علشان كده مايكل راح عندها وقعد معاها ومن غير كلام ميليسا اندمجت معاه. وصاحبتها مانويلا يا معلم فرحت ليها جدا علشان تخليها تنسى دانيال، لكن فجأة ومرة واحدة ميليسا افتكرت حبيبها دانيال وما كانتش عاوزة تخونه مع شخص تاني، علشان كده سابت مايكل ومشوا هما الاتنين. بعد كده رجعت البيت وكتبت في مذكراتها كل اللي حصل ليها وعن حبيبها اللي مش سائل فيها.
في المشهد اللي بعد كده الجدة فييرا راحت عندهم عشان تحضر عيد الميلاد، وميليسا لما شافتها فرحت جدا وجرت عليها وحضنتها كأنها شافت أغلى حاجة في العالم. بعد كده الجدة فييرا سألتها عن حياتها وهي مش موجودة معاها. راحت ميليسا عرفتها إن مامتها على طول غايبة عنها ومش بتسأل فيها ولا مهتمية بيها، وبتقول لها من وقت غيابك وأنا حاسة بالوحدة. علشان كده الجدة فييرا حضنتها وقالت لها أنا موجودة معاكي. بعد كده بدأت تسرح لها شعرها، وميليسا كانت سعيدة جدا وهي معاها. فجأة ومرة واحدة دانيال حبيبها بيتصل بيها، وساعتها كانت فرحانة جدا ومش مصدقة نفسها. ودانيال طلب منها ان هو يقابلها، وعلشان بتحبه نسيت كل حاجة عملها فيها، وراحت قابلته من غير ما تعرف صاحبتها مانويلا. ومن كتر حبها ليه يا معلم سلمت نفسها ليه مرة تانية وضعفت قدامه. والمفاجأة ان ابن اللئيمة دانيال كان جايب صاحبه معاه وكان اسمه ديفيد. ومليسا لما شافته اتصدمت جدا، ودانيال طلب منها ان تخلي صاحبه يقرب ليها. ساعتها اتعصبت عليه وكانت عاوزة تسيبه وتمشي، لكن دانيال عرفها ان هو يفضحها في كل مكان لانه معاه تسجيلات وصور ليها. ووقتها كانت مصدومه جدا من الانسان اللي حبته ان يعمل فيها كده، وما كانتش عارفه تتصرف ازاي او تعمل ايه. لكن وقتها يا معلم عشان الفضايح وعلشان سمعتها وسط اصحابها خلت صاحبه ديفيد يقرب ليها. ولما روحت كانت منهارة جدا وحزينة مش مصدقة اللي حصل فيها، ودونت في مذكراتها كل حاجة حصلت، وكمان عرفت صاحبتها مانويلا باللي حصل معاها. علشان كده صاحبتها اتعصبت عليها لأنها طلبت منها كذا مرة تبعد عن دانيال، لكن ماليسا ما كانتش بتسمع كلامها، وعرفتها إنها عملت كده عشان معاها صور ليها وتسجيلات. راحت مانويلا اتصدمت أكتر وزعلت جدا على صاحبتها اللي حطمت نفسها وسمعتها بإيديها. وللأسف ديفيد يا معلم صاحب حبيبها دانيال اتصل بيها وبدأ يهددها مرة تانية إن لازم يقابلها بسرعة وإلا هيفضحها في كل مكان. علشان كده راحت عنده لانها خايفه من الفضايح. ولما وصلت عنده يا معلم بدا يغمى عينيها. المفاجاه ان ديفيد كان جايب كل اصحابه معاه، لكن لما ميليسا عرفت رفضت يا معلم. راح ديفيد ابن اللعيبه هددها ان هيفضحها في كل مكان وكمان هيعرف اسرتها. وساعتها ميليسا خافت من الفضايح مره تانية وعملت كل اللي هم عاوزينه. ولما رجعت البيت كتبت في مذكراتها كل اللي حصل معاها. ومع الايام في الجامعه يا معلم اصحابها بداوا يتكلموا عليها واتهموها في شرفها وسمعتها وعرفوها انها بنت رخيصه. ولما ميليسا شافت صاحبتها مانويلا قاعده معاهم زعلت منها جدا لانها مش بتدافع عنها. وساعتها ميليسا انهارت وفضلت تبكي وتعيط على اللي حصل فيها. وللاسف لاول مره بدات تحس بالضياع ومحدش واقف جنبها ولا بيساعدها. تاني يوم راحت دار المسنين علشان تطمن على الجده فييرا، لكن للاسف يا معلم جدتها كانت فرقه الحياه. علشان كده انهارت وفضلت تبكي لانها فقدت اعز انسانه عندها والحضن الحنين ليها. علشان كده عاشت ايام صعبه جدا. بعد كده صاحبتها مانويلا راحت عندها عشان تحتذر ليها، لكن ميليسا يا معلم ما رضتش تكلمها. في المشهد اللي بعد كده الطالب ماركو اللي بيحبها من كل قلبه شافها ماشيه لوحدها في الحديقه. ساعتها راح عندها وكان عاوز يتكلم معاها ويقول لها على كل حاجه في قلبه، لكن وقتها ديفيد بيتصل بيها وطلب ان هو يشوفها حالا والا هيقول لمامتها على كل حاجه ويوريها الصور بتاعتها اللي معاه. ساعتها ميليسا خافت من تهديده عشان كده سابت ماركو ومشت بسرعه، وماركو زعل جدا لما سابته. وبالفعل يا معلم ميليسا قابلت ديفيد وبدا يقرب ليها هو واصحابه مره تانية. ولما رجعت البيت يا معلم فضلت تبص في المرايه ولامت جدا في نفسها انها ازاي فرطت في روحها وبقت رخيصه كده، وما كانتش عارفه تعمل ايه لان سيرتها بقت في كل مكان. وبالاخص لما راحت الجامعه تاني يوم شافت اسمها ورقم تليفونها مكتوب على حيطان الجامعه في كل مكان، وكمان انها بنت رخيصه وسهله. واعز اصحابها كان بيتكلموا عليها وعن سمعتها في الجامعه. تاني يوم يا معلم ديفيد طلب منها تروح تقابل واحد مهم جدا والا هيعرف والدتها بكل حاجه. وساعتها ما لسه ما كانش في حاجه تانية قدامها، علشان كده راحت عنده وقابلته. ولما خلصت اعطاها فلوس كتيره جدا. بعد كده ديفيد بدا يشغلها معاه ويعمل من وراها فلوس كتيره جدا. تاني يوم ديفيد طلب منها تروح عند واحد تاني واعطاها العنوان، وفعلا ما لسه بتروح تحت التهديد وهي مجبره على كده. وقتها الشخص ده كان غني جدا والفلوس اخر حاجه يفكر فيها، لكن وقتها طلب منها تعمل له حاجات غريبه. راحت ميليسا رفضت تعمل له اللي هو عاوزه. راح الشخص ده فضل يضرب فيها. في نفس الوقت يا معلم مامتها كيلي رجعت البيت وفضلت تنادي على ميليسا وراحت غرفتها عشان تطمن عليها. ساعتها يا معلم شافت المذكرات بتاعتها مرميه على السرير، ولما قريتها يا معلم اتصدمت وانهارت وفضلت تبكي على بنتها ميليسا علشان وصلت لكده. ولما رجعت ميليسا يا معلم مامتها كيلي اتعصبت عليها وعرفتها انها عرفت كل حاجه عنها وقرت المذكرات بتاعتها. راحت ميليسا عرفتها ان هي السبب في كده لانها بعيده عنها ومش مهتميه بيها. وميليسا يا معلم فضلت تبكي وحست نفسها انها خلاص ضاعت، لكن مامتها كيلي حضنتها وكمان بدات تلوم في نفسها ان هي السبب في اللي حصل لبنتها ميليسا. ومامتها وعدتها انها تغير من نفسها وتبدا تهتم بيها.
بعد فترة يا معلم في المدرسة الحلوة ملسة قابلت الإنسان اللي بيحبها من كل قلبه ماركو، وبدأت تقرب ليه لأنها حاسة معاه بالأمان. وساعتها ماركو عرفها على كل حاجة في قلبه وإنه بيحبها رغم اللي حصل معاها. في المشهد اللي بعد كده وهي ماشية مع صاحبتها مانويلا شافت حبيبها دانيال أول واحد كسر قلبها وهو السبب الرئيسي في اللي حصل ليها. علشان كده بصت له بكل احتقار وسابته ومشت. ومن وقتها بدأت تبدأ حياة جديدة وبالفعل غيرت من نفسها. وفي آخر مشهد يا معلم بنشوف الحلوة ملسة نازلة البحر لوحدها كأنها بتخلص من همومها وأحزانها وهتبدأ حياة جديدة مع حبيبها ماركو اللي بيحبها من كل قلبه. في المشهد الأخير بنشوف ملسة ومامتها هما الاتنين رايحين المقابر علشان يزوروا جدتها، وهناك يا معلم افتكرت الأيام الجميلة اللي عاشتها معاها وحبها وخوفها عليها. وبكده خلص الفيلم. لو عجبك الملخص يا ريت تدوس لايك وشير واشوفك على خير.